تتويج المغرب ضد الأرجنتين بكأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك كأس العالم بين المنتخبات العربية منها الجزائر لا تمتلك شيء، وهذا ما يزعجني صراحة. تتويج المنتخب المغربي أقل من 20 سنة بكأس العالم لعملاق إفريقيا، لقبين في ظرف 100 يوم. ألف مبروك المنتخب المغربي، أقل من 20 سنة هذا الإنجاز التاريخي. المنتخب المغربي مفاجأة كبرى لحد الآن بالفوز على المنتخب الأرجنتيني. الجميع أشاد بطريقة لعب المنتخب المغربي ليوضع تقريبا بلوك ميديوم ودافع به ودفع المنتخب الأرجنتيني أنه يلعب كرة طويلة. المنتخب المغربي هو بطل العرب بكل جدارة واستحقاق. كان الوحيد القادر على جلب هذه الألقاب بفضل حنكته، بفضل صرامته، بفضل خبرته، وبفضل دهائه التكتيكي. واحد من المدربين الأكفاء أيضا. تتويج مستحق. محمد قدم مباراة كبيرة خاصة من الناحية التكتيكية، وشفنا اللاعبين كانوا في أماكنهم. نشوفوا يعني المباراة تاع اليوم، نشوفوا الطريقة اللي لعب بها المنتخب المغربي. يلعب كرة نظيفة، يعرف كيفاش يخرج بالكرة. نعم. طريقة اللعب شفتوا كيفاش، خاصة الكرات العمودية. شوف روماركي كيفاش الأهداف كيفاش تسجلوا. كرة القدم نظيفة. نعم. كاش ماهوش فريق اندفاع بدني، يلعب كرة نظيفة صح. كونتر اتاك ولا ديماراج ديراكت اللي يلعبوا باس ولا كذا، يخرج لاطاكو وحده يماركي. نو بصح كيفاش تماركي البرومي بيت؟ لهذا شغل تزعف شويه تضيق لك، باسكو مباراه باش يدخلوا بها للتاريخ. المنتخب المغربي مسيرة حافلة وألقاب كثيرة. اليوم هناك فرق واضح في المستوى. بطل القارة الإفريقية دهس كل الأندية التي واجهها. هناك فرق في إنما لعب حسب إمكانياته، ولعب بذكاء لاعبيه وبخبرة مدربه. شيء مؤسف أي نعم، لكن الصور هي التي تتحدث عن نفسها. لذلك علينا أن نركز في حديثنا على هذا الفوز ولا هذه الفرحة ولا هذا العرس، ولا نتوقف عند السلبيات التي قد يريد يعني المنافس أن يقودنا يعني لإخراجنا من قوقعة الفوز والانتصار والفرحة. المدرب اللي دارها لهم، المدرب دار لهم تلمو موتيفاهم قبيله. انا على حسب واش فهمت بالعربيه، سي تاكتيك تكنيك هذيك موتيفاهم بلوك. كما موتيفاهمش بلوك، الجوار هذا اللي قاسوا الكارديان بالجول الاخر كان ما يرميش روحه هكذاك، يرمي رجله ولا سيفيت يشرب. مي تالمون موتيفاهم رايحين ما تقطع راسو يروح خلاص، شغلهم بوبيناهم راحوا. دونك لي سيبورتور سي اون بون شوز. ولكن تو سا سور لو بلان تاكتيكمون تكلمنا عليها رونار. لا في سكيل بونسي اتر بيان طو ميو بور لوي. ولكن هنا وين على حساب رايي انا، هنا شكون اللي غلط شويه هنا في الارجنتين؟ هنا المدرب تاع الارجنتين اللي حيرني شويه. حابين يرجعوا الجميل للمدرب تاعهم. لا مانيير اللي كان يتكلم بها التحفيز، قال لك جاونا دموع شغل بكانه. يافي اون تري فورت ايموسيون ميدو في لو ديسكور دو موتيفاسيون اللي داروا قبل المباراه. شوف يقول لك يعني هاو مدرب معنا هنا ويعرف هذا الشيء. يقول لك لا دوزيام ميتون سي بور لي زونترينور اي اون لا فيريفي اوجوردي. شفنا الشوط الاول بين الارجنتين شفنا كانت سيطره شبه مطلقه للارجنتين. داير سجلوا جوج هدفين نحاهم الفار، لكن في الشوط الثاني غير الاستراتيجي تاعو، وهذيك الاستراتيجي جابت ثمارها، لانه شاف درس نقاط الضعف تاع الارجنتين في الشوط الاول ميدو. شوف الهدف الاول، الهدف الثاني نظن رايح يخرج بارمي توب 5 تاع لي بيور بي دو لا كوب دي مون. كيفاش تلاعب بالدفاع تاع الارجنتيني، تقوشي راهو يلعب مع اون ايكيب دو دوزيام ديفيزيون. كيفاش لو كونترول، لونشينمون، لا فيكساسيون et l'enroulement de la balle. Ça c'est un but très technique. لكن هذا ما ينقصش كما تفضلت وقلت من قيمة الأرجنتين، لأنها مباراة أولى. أنا شفنا في 90 الأرجنتين في المباراة الأولى أمام الكاميرون عندما انهزم بهدف مقابل 0 بهدف رائع تاع أومامبيك بالدماغ. إلى حد الآن مازال يتيديو فيه كيفاش ماركاه أومامبيك. سي فو فو رابلي لا تيت تاع اومامبيك جات مارش اريير وضربها له في الارض. بصح تماك الارجنتين الا تيري لي لوسون دو سيت ديفات، ومن بعد راحت ربحت اليو ار اس اس ليكس يو ار اس اس 2-0 ودارت النول مع لا روماني وجازت الدوزيام تور.
ومن بعد دوزيام تور ربحت البرازيل. المنتخب الارجنتيني في مشاركاته في كاس العالم نعم. يحب الصعوبات، ما يحبش يتاهل بسهوله في كل مره. مونديال حاجه ماشي سهله خاوتي، باش ما نكذبوش على رواحنا، حاجه ماشي سهله واجامي سكتهم ومن حقهم. المنتخب المغربي تحت 20 سنه يتاهل لنهائي كاس العالم. المنتخب تحت 20 سنه يواصلون حلم المنتخب الاول اللي تبخر في نصف النهائي مونديال قطر على فرنسا. اليوم حقه صغار وعلى فرنسا تاني بركله ترجيح ويبلغون النهائي مونديال الشيلي. انجاز لمنتخب عربي يستاهل اشاده، بلوغ لنهائي منتخب تاعك في النهائي المونديال. وهذا الانجاز ما جاش غير هاك، جا بالخدمه وباللعب. تفرجت عليهم واحد لي ماتش في المراحل الاقصائيه، الله يبارك، عندهم ايكيب زعما باش نهضروا الصراحه خاوتي، عندهم فريق تاع مستقبل، ونتمنى لهم ان شاء الله اللقب يكون من نصيبهم. وشبيبه صغار راهم في البدايه تاع المسيره تاعهم، يستاهلوا اللقب، يبداو به المشوار تاعهم. نتمنى ان شاء الله بربي ورانا معاهم. صراحة هذه المصباحي غادي يجيبها، هذه المصباحي يجيبها. يا قلت لك المصباحي يجيبها، قلت لك المصباحي يجيبها. خوتي المغاربة بصحتكم، هي صراحة ضيعتو البريميطون، كنتو تربحو 2-0 3-0، فصح معليش. المهم رانا معكم اون فينال من عند الجزائري وبصحتكم. يا المغاربة بصحتكم لا فينال ولا غير فرحت لكم من قلبي. المنتخب المغربي تحت 20 سنة أو في لا فينال كأس العالم تحت 20 سنة، ماشي نورمال. خوتنا المصاغر هادوما يعرفوا يلعبوا بالون مليح. المنتخب الفرنسي زعما فرنسا، لا فرنسا كاع على بالنا بلي لي جوار تاعهم صغار يلعبوا مليح البالون، هادي كاع على بالنا بها. المنتخب الفرنسي هما حبوا يروحوا لضربات ترجيح، ومن بعد مع الاخر المنتخب المغربي ربح بضربات ترجيح. والله يا خوتي غير المصاغر هادو ما يعرفوا يلعبوا مليح البالون، وزياده فينا خوتنا كعرب كمسلمين، ولا غير زياده فينا خوتنا، ما نحسدوهم ما والو. انا كاع معاكم فينال كونتر الارجنتين ولا كولومبيا، دوك شويه هكذا يلعبوا اللي جا مرحبا به على كل حال. المصاغر هادو ما ولا غير طياره. يا راكي كاين واحد 4 جوار ولا 5 لازم تديهم في المنتخب الاول. المصاغر هادوما صح طياره الله يبارك، هاي جايه كوب دافريك تاع المغرب هاديه، ولا غير المصاغر هادوما لازم نطلعهم سينيور يلعبوا نورمال. وبصحتكم المغرب. اليوم شفنا المنتخب المغربي في راسو يربح، لاعبين تاع المنتخب المغربي في راسهم يربح. المنتخب الفرنسي ماشي بهذاك المنتخب الساهل باش تماركي له ولا باش دير معاه في الماتش هكذاك، حتى في لي بينالتي وماشي سهله ربحوها. يعني كانوا قادرين يكملوا الماتش هذا بلا ما يروحوا لي بينالتي، كانوا قادرين يكملوه قبل ما يروحوا ل 120 دقيقه 90 دقيقه يكملوا لهم 2-1 3-1 الا. مي معليش، برافو المنتخب المغربي، ما بقى لهمش، راهم في النهائي. واحد كي يكون في النهائي لازم يحط كلش باش يدي الكأس. وانا قلت لكم اذا منتخب المغرب يربح منتخب فرنسا، دير في بالك باللي في النهائي ما راحش يخلي كأس، ما راحش يخلي كأس العالم طرا، ما راحش يخليها طرا بالساهل. اليوم رانا شفنا واش كاين واش ما كاش، زيدوا نشوفوا في النهائي. على كل حال بالتوفيق ان شاء الله يكأس، علاش لا، والف مبروك للمنتخب المغربي. شغل هذا ما فهمتش، راكم باغي تروحوا بعيد بهذا المنتخب، روحوا بعيد بعيد شايله بعيد. هي كوب دي موند، ياك رحتوا الدومي فينال في 2022 داوك طلعوا الطموح تاعكم، ما تشوفوش في لافريك كاس افريقيا هذه ما تشوفوش فيها. روحوا بعيد، روحوا كوب دي موند وديروا حاجه، خلونا كوب دافريك ندو. الله يفتح عليكم، خلونا ندو حاجه. هضروا سيريو بسم الله ما شاء الله على المنتخب المغربي. فازوا اليوم بنتيجه 1-0 على كونغو، وبهذا المنتخب المغربي يدخل التاريخ ويصبح اكثر منتخب في تاريخ كره القدم تحقيقا للانتصارات المتتاليه، 16 انتصار متتالي. تجاوزوا اسبانيا اللي عندهم 15 انتصار. تخيل الرقم التاريخي تاع كره القدم لاكثر منتخب فوز بفوز متتالي راه عند المغرب دروك. يعني بالله عليك هذا الرقم التاريخي ما يسحبش نهضروا عليه ونعطوهم حقهم، بان بلي نعطوهم حقهم. بسم الله تبارك الرحمن. الجمهور المغربي تستاهلوا منتخب كيما هذا، باسكو هذا منتخب حاجه كبيره. غادي تروحوا بعيد، روحوا بعيد، خلونا الكوب دافريك. انتم روحوا بعيد في كوب دي موند، غادي ندو عندكم كوب دافريك. ياك رانا قرانطين 2022 خسرنا، 21 خسرنا، 2023 خسرنا، خاصنا كوب دافريك. انتم دو كوب دي موند تاع صغار، دو كوب دي موند تاع كبار. يا ودي الله يسهل عليكم. المهم هذه هي وهذا هو. يا هضره شنو قلت لكم لي فيديو اللي فات بالتفاصيل. قلت لكم غادي يربحوا فرنسا وغادي يروحوا لا فينال مع الارجنتين. قلت لكم باللي غادي يربحوا البرازيل واسبانيا وامريكان وكوريا الجنوبيه ودروك زادوا ربحوا فرنسا. قلت لكم غادي يروحوا لا فينال مع الارجنتين وغادي يربحوا الارجنتين ويدوا الكاس ان شاء الله. يستاهلوا خويا، نهضروا سبور، نهضروا فوتبال. المنتخب المغربي 20 سنة عنده فرقة ما شاء الله، عنده ايكيب قوية جدا. ودروك المنتخب اللي غادي يلعب كونتر عليه
هذه يحترمه، هذه يخاف، فاهم؟ ان شاء الله يربحوا لا فينال ويفرحوا بها مساكن، يستاهلوا والله، لا يستاهلوا. ادوا كاع المقابلات ادوا اداء رائع والله، الحمد لله ما عندهمش لي بليسير. ابوني جيم. والله يا خوتنا داروا المغاربه يا جدك راهو اللي صح. شوفوا خوتنا حنا صح نضربوا معاهم ويعايروهم ويعايرونا، بصح الله غير ان شاء الله اذا حنا لو كان نروحوا لو فينال تاع كوب ديمون تاع الشباب يفرحوا لنا كيما حنا شوف فرحنا له. انا واحد من الناس شفت الماتش وعيطت وفرحت باسكو لعبوا كونتر فرنسا وباينه بلي ماشي سيبورتي فرنسا، ضربين من نجونون هنا سيبورتي فرنسا. ربحوا اليوم خوتنا المغرب، داروا مباراه تاريخيه والقمه، راحوا لنهائي كاس العالم اقل من 20 سنه. انجاز تاريخي لم صراحه شيء خارق للعاده. هنا يدل على الكره المغربيه راه في تطور رهيب صراحه. البطوله ديالهم المنتخب الاول الثاني المحلي، الله يبارك. باش خوتنا نقول لك الحمد لله تحسد يا خويا. انا نتمنى ان شاء الله ليكيب لاسبان ديالنا دير واش دار الانجاز تاع المغرب وتاهل تاريخي. وشفت المباراه تاع العصر شوف زينه من لعب الحسد. انا ما عنديش الحسد، انا قلبي بيد كيما دات عليكم. والله مبروك عليهم وان شاء الله يدوا الفينال. علاش ان شاء الله يدوا والله يا كي تشوف نجوم المنتخب الفرنسي في المقابله هذه حبوا يروحوا لضربات ترجيح، هنا تفهم بلي المنتخب المغربي ما عندهمش نجوم ولا لي جوار ولا لي ستار، عندهم جروب. الفريق هذا محترم ويعرف يلعب مليح كرة القدم. كي تشوفهم بلي يربحوا المنتخب الاسباني والمنتخب البرازيلي والمنتخب الامريكي، والله يا خوتي غير المساغر هذوما تاع المغاربه تحت 20 سنه يعرفوا يلعبوا، وماشي بينها فوضوي ولا زعما شغل تيري ونتيري يربحوا زهر. ولا انا شايف واحد 3 مقابلات تاعهم والله غير يبداوها من تحت من الحارس المرمى بناء اللعب ويطلعوا بها، وشحال من خطره يلحقوا الكارديا ويراطيوه. انا اليوم في المقابله المنتخب الفرنسي فهمت بزاف عفايس. المنتخب المغربي راهم يبنيو في فريق محترم وان شاء الله يديوها. انا نسيني لكم بلي 99% راح يديوها مع المنتخب الارجنتيني في لافينال ويربحوا باداء ونتيجه. ونقول لكم صحتكم والسلام عليكم. هيا بينا هيا بينا هيا بينا للنهائي وخلاص. انا كاع كي ما تجيبوش الكاس ربحتوا فرنسا اليوم، هذاك هو الكاس تاعي اليوم. انا ترى تجيبوا الكاس دوكا ما تجيبوهاش ربي يساعد. انا اليوم كي بكيتوا لي فرنسا خلاص. هيا بينا الى النهائي. دفت الاقلام خلاص الهضره. سلام عليكم، بارطاجي وما تبارطاجيوش، راني فرحان من المورال. راه روح انت وطيح لي المورال الان، روح انت وطيح لي المورال. مبروك والف مبروك للاخوه الاشقاء تاهلوا من نهائي كاس العالم، وما ادراك ما كاس العالم. افرحوا وامرحوا، نحن في النهائي وهيا بنا للنهائي. المغاربه قلت لكم الله فينا. الله يبارك خوتي. المنتخب المغربي تأهل لمباراة النهائي بعد الفوز على المنتخب الفرنسي كفرق على الترجيح. مباراة خلصت واحد مقابل واحد. ربي يبارك مبروك عليكم خوتنا. وصل الله الكاس مالغري تكون صعيبة امام المنتخب الارجنتيني، ان شاء الله يديروها الاولى. وهذه لقطة المباراة خوتي. اللاعب جاسم هذا 120 دقيقة ويجبد خلاص ما قدرش يزيد يمشي، بديش يمشي ترفدو بني الدر خرجوا من السباد يعني وصل شونجمون. داروا مباراة كبيرة الله غير صارت معاهم وغيكون واستهلل ميزان هذا. ونكمل في الماتش درت فيديو قلت والله غير نوض ندير فيديو يستاهلوا يعني. لو كان يديو الكاس ديجا بالتأهل هذا للنهائي نشربوا العرب شرفوا العرب والمسلمين وصل الله لحقوا النهائي. ان شاء الله يديروا مباراة كبيرة امام المنتخب الارجنتيني. خوتي تاني صعيب المنتخب الارجنتيني وصل الله يجيبوا الكاس، اول كاس عالمية لو كان يجيبوها اقل من 20 سنة.